هاي، نادى عليكم بالخير والصحة يا رب، كل عام وانتم بألف ألف خير. اوكي، في موضوع هو ما له أهمية للي عم يحكي فيه، بس نحن لازم نطلع ونرد كمحبين وفانزات الشامي، لأنه عشان ما رح يطلع يرد على واحد مثلك، هو أكبر من إنه يرد على واحد مثلك. الشامي هو مو مالي شيء غير مالي معدتي بالخرا اللي هلا بهالفيديو بدي اخراه. يعني أنا خجلان أنزل هيك حكي على صفحتي، بس لازم إني أنزل، لازم. أول شغلة يا أخي، لو منك هالقد غيران واصل لدرجة إنك تحكي هيدا الحكي اللي هو بيبرز عن أخلاقك واحترامك، ما كنت طلعت حكيت، بس لأنه خلص ميت من الغيرة، رح تموت، باين أصلا من رياكشن وجهك. موسيقي ومتخرج والناس بتعرف، الناس الفهمانة والواعية. طيب إذا القصة بدك تاخدها على قصة الناس الفهمانة، نحن خلص يا أخي ما بدنا نكون فهمانين. إذا بدنا نوصل كمية فهمك ما بدنا نكون فهمانين، لأنه أنا مني وعلي ما بشوفك إنسان فهيم، بشوفك إنسان حقود غيور بده يعمل محتوى على ظهر الشخص. هذا أنا اللي شفته فيك. تاني شغلة، عم تحكي عن الإنسان الفهيم اللي بيشوف إنه ملحن ومدري شو. للشامي مين كان يلحن له؟ هو اللي لحن وهو اللي بيكتب وهو اللي بيغني. بعدين معكم عم تقارن هاد بهاد، يعني انت عم تقارن استاذ بصبي تيك توك، تفرق. صبي تيك توك أخذ جوائز، عمل حفلات، أغاني طلعت ترند على العالم كلها، ولسه بيقولوا صبي تيك توك. هاي الجملة ما حدا بيقولها غير عالم جاهلة، عالم ما أنا فهمان شي بالمحتوى، ما أنا فهمان شي على السوشيال ميديا، بس هيك تطلع تحكي. لأنه الشامل الشي اللي وصل له ما بينقال عنه صبي تيك توك غير العالم الجاهلة مثلك. الشامي مو مشابهة، هي مثل ما هي اللحن مسروق من هون، كوبي بيست. يعني كل الأغاني اللي طلع فيها الشامي وعملها وكتبها وضربت ترند، وقفت على هالغنية لحتى ينجبر يسرقها. يعني خلاص ما بقى عنده ألحان، ما بقى عنده كتاب، ما بقى عنده شيء، خلاص صار مجبور إنه يسرق. يعني طالع غنية يا ليل يا العين قبل بمرة عملتوها فيها كفر، كيف تسمعوا لكافر كمان، ما مش الحال، أخذ عليها جائزة وكسر لكم عيونكم كلها. مثل ما هلا حيكسر عيونكم، رح يضل شوكة بعيونكم. قد ما طلعتوا قد ما حكيتوا ما حيتغير شيء، انتوا بس عم تجرسوا حالكم. يا